شكرا كابتن احمد جمال وضيوفه الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي مشاهدي اون تي في في كل مكان. اسعد باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت. سيدنا انقل لحضراتكم احداث مباراة كرة القدم. نادي المصري محاولة داخل منطقة الجزاء وعلى طول تصدي رائع من حارس المرمى عمرو حسام. مباراة بين اتحاد الشرطة والنادي المصري. لسه في البدايات بنقول على طول النادي المصري كان هيسجل اول اهدافه في هذا اللقاء. اذا النادي المصري بيعلن بداية قوية جدا، بيعلن ويقول عايز الثلاث نقاط من بدري عشان يريح نفسه. هذه العرضية الركنية ولكن وقفها حكم المباراة، وكان بقى منقض على الكورة في اللعبة اللي فاتت لاعب النادي المصري، ولكن طبعا هدف ابيض زي ما بيقولوا وضربة ركنية تاني كان بيحذر اللاعبين. وادي كابوريا بقى والضربة الركنية. كابوريا ضربة ركنية للنادي المصري، تلعب عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن تخبط وتطلع خارج الملعب. ضربة ركنية مرة تانية تخبط في دفاع النادي المصري. ضربة ركنية تانية في اقل من دقيقة. كابوريا برضو على التنفيذ، معار من المقصة، ركنية داخل المنطقة لكن يطلع دفاع نادي اتحاد الشرطة. مرة تانية تسديدة من نادي المصري مقطوعة وتوصل لنادي المصري تاني في الجنب اليمين. سيطرة واستحواذ من النادي المصري بشكل كبير جدا، وانطلاقه في الجنب اليمين. أسامة العزب اكتر اللاعبين مشاركة في بطولة الدوري، 20 مباراة. أسامة العزب احصائيات اكتر من رائعة الحقيقة عاملينها لنا فريق الاعداد. وادي انطلاقه لنادي اتحاد الشرطة في الجنب الشمال عند اجوجو معاه ويلسون اكاجبو يرجع ورا خالص لحارس مرماه رمزي صالح. 19 مباراة رمزي صالح. مرة تانية محاولة لنادي اتحاد الشرطة ولكن قبل ما توصل لبسيوني يجيبها تاني نادي المصري. وادي انطلاقة في الجنب اليمين للنادي المصري. أسامة عزب في الانتظار. وادي بينية. شوف هنا بقى احمد رؤوف ما ربطش معاه فكريا. سعيد مراد توصل مرة تانية ناحية اليمين لنادي اتحاد الشرطة تحت القيادة الفنية اتحاد الشرطة لهاني رمزي، بينما القيادة الفنية للنادي المصري لحسام حسن. وشوفنا قبل المباراة يعني لقاء حار جدا بين الاثنين، والاثنين من ابناء جيل واحد، جيل 90، جيل كأس العالم. اثنين مديرين فنيين على مستوى عالي جدا. امامية طويلة ولكن مقطوعة توصل سهلة لحارس المرمى رمزي صالح. رمزي يبدأ عند محمد مجدي، الاصطبغ بالصبغة الدولية مجدي. احمد ايمن منصور يلعب على طول لسعيد مراد. سعيد ناحية الشمال حلوة. منصور تاني. سعيد مراد عرضية لكن تخبط وتطلع ضربة ركنية. سعيد مراد بدايته كانت في بلدية المحلة. سعيد خبطت الكرة في احمد عادل باك اليمين لاتحاد الشرطة، لاعب السابق للنادي الاولمبي والنادي الاهلي اكتر من نادي. احمد عادل خلاص لو قلنا بقى هنقول اللعيبة لعبت في اندية كتيرة جدا الحقيقة في سوق الانتقال والاحتراف. المصري ضربة ركنية تلعب على طول داخل المنطقة لكن يطلع عماد حلمي من دفاع اتحاد الشرطة. بسيوني لما بيغيب عن اتحاد الشرطة تحس ان في حاجة وترس اساسي موجود او مش موجود في المباراة اللي ما بيبقاش موجود فيها. ادي بقى على طول بسيوني يلعب لاحمد عادل لبسيوني مرة تانية. الاثنين عاملين ضفيرة كده. بسيوني خلص كورته سدد يخبط في دفاع نادي المصري وترتد على طول توصل تاني للنادي المصري ولكن احمد رؤوف بيقع وفي دفعة من عماد حلمي. ضربة حرة مباشرة بيحسبها محمد فاروق حكم اللقاء. محمد فاروق وايمن دجيش واشرف مهران ومحمد يوسف طاقم التحكيم النهاردة. الشرطة بيمثلوا عمرو حسام، احمد عادل، عماد حلمي، خالد سطوحي، محمد عبد السلام، حسام عبد العالي، يحيى تراوري، خالد الغندور، احمد شمامة، محمود اجوجو ومحمد بسيوني. اما النادي المصري رمزي صالح، اسامة عزب، وويلسون اكاجبو، محمد مجدي، احمد ايمن منصور، احمد كابوريا، محمد رفاعي ويا، سعيد مراد، محمد اسامة، واحمد ياسر واحمد رؤوف. تحضير لنادي اتحاد الشرطة في نص الملعب. ترجع ورا على طول لاجوجو. محمود اجوجو لعب مع منتخب الشباب مع ربيع ياسين. اجوجو على فكرة توصل مرة تانية ناحية اليمين لنادي المصري. بينية لو عدت كانت هتعمل خطورة يا احمد ياسر. احمد ياسر من اللاعبين اللي يعني بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا جدا حسام حسن، واكتسب ثقته مفيش كلام. احمد ياسر
توصل الكرة ناحية اليمين لنادي اتحاد الشرطة. ادي اللاعب يحيى تراوري، حسام عبد العال جنبه، ترجع ورا خالص لاتحاد الشرطة، وادي امامية من سطوحي لكن مقطوعة من خالد سطوحي. سطوحي بيرجع ورا مرة تانية، سهلة في ايد حارس المرمى عمرو حسام. هنا كان ضاغط احمد رؤوف، لو اتلعبت ضعيفة شوية كان هيلحقها احمد رؤوف. امامية طويلة لنادي اتحاد الشرطة، ولكن برضه بيطلع اسامة العزب خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس للشرطة. مطلوب من الشرطة ان هو يمتص حماس والجرعة المعنوية الكبيرة اللي نازل بيها نادي المصري. دي بيتميز بيها حسام حسن الحقيقة مع اللاعبين، بجانب طبعا الامكانيات الفنية والقدرات الخططية. لكن مطلوب من النادي المصري انه يستغل بقى العكس، مطلوب منه انه قبل ما تعدي 10 دقايق يستغل الجرعة المعنوية. لكن حتى الان ناجح نادي اتحاد الشرطة. ادي هاني رمزي مدير الفني الكبير، اللاعب القدير، كايزرسلاوتن، فيردر بريمن، وانديه كتيره جدا الحقيقه، نيوشاتل السويسري، وبدايته طبعا كانت في النادي الاهلي. تغيير ملعب لكن لمين يا راجل؟ مش حد ابدا، تطول وتطلع خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس لاتحاد الشرطه، هيلعبها من ناحيه اليمين احمد عادل، هيدور بقى يلعب لمين، بيتحرك له خالد الغندور وبيقرب له حسام عبد العال، لكن عملها اماميه طويله في اتجاه اجوجو، لكن معاه محمد مجدي ما يديلوش الفرصه ولا المساحه، ويطلع الكوره خارج الملعب تماس، لكن يكسب بيها ارض اتحاد الشرطه. وادي حسام حسن مدير الفني للنادي المصري، مدير الفني اللي تقدر تقول عليه كده يعني بيغزل باي حاجه، شاطر ويغزل باي حاجه. عنده مجموعه من اللاعبين لو بصيت عليهم واحد واحد مش ممكن تتوقع انه بينافس نادي الزمالك على المركز الثاني وبيلاحقه المركز الثالث، وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول الى المركز الاول في وقت من الاوقات. يعني معنى كده ان الجماعيه هي اللي بتتحدث في النادي المصري. محمود اجوجو ياخد منها، لا رامي تماس، دايما يبحث عن الافضل، دايما يبحث عن الافضل. حسام حسن اماميه طويله طويله معديه في الناحيه العكسيه لنادي اتحاد الشرطه، خالد الغندور يسند كورته، احمد عادل من مره واحده عرضيه حلوه ضربه الراس، يا سلام يا مجدي. محمد مجدي بيطلع على طول ويشتت دفاع نادي المصري، يجيبها تاني تراوري، تراوري يا ولد يا ولد يا ولد، يسدد. لكن يعني هنا بقى ايه، كرة بعيدة، ولكن حلاوة الكرة اللي فاتت ولما عدت بشكل جميل خلته وطمعته انه يسدد بشماله. ادي شوف عرضية احمد عادل اكتر من رائعة. اجوجو كان بيحاول يشارك في اللعبة اللي فاتت، لكن محمد مجدي يعني مشروع قلب دفاع لمنتخب مصر ان شاء الله. رمي التماس للمصري لاتحاد الشرطة، تلعب لبسيوني. واحد يقول لك بسيوني كان متسلل، اقول له مفيش تسلل من رمية التماس. في مجموعة كده من التعديلات حاول يجربها الاتحاد الدولي في الفترة اللي جاية، يعني عشان يسهل عملية اللعب شوية وعملية ايقاف اللعب فترة طويلة. تحضير لنادي المصري او لنادي اتحاد الشرطة في نص ملعب المصري. خالد الغندور عايز يعدي، خالد الغندور، ولكن في عرقلة واعاقة ومخالفة بدون بطاقة، ضربة حرة مباشرة لاتحاد الشرطة. انتقل من نادي اسمه بني عبيد خالد الغندور. اخطاء 2 المصري 1 اتحاد الشرطة. تلعب حلوة لاتحاد الشرطة ناحية الشمال، ولكن هنا في راية وصفارة تسلل. ايمن دجيش موجود، خلاص اطمن، ايمن دجيش ملك التسللات في مصر، ملك التسللات. هنا بقى شوف ممكن تلاقيه متسلل بالرأس فقط، ايمن دجيش ظبطه. بعد قدوم هاني رمزي مفيش كلام، النتائج تحسنت بشكل كبير جدا جدا في نادي اتحاد الشرطة.
تقدر تقول كده ان اتحاد الشرطة لم يخسر منذ قدوم هاني رمزي. امامية طويلة داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا ويلسون اكاجبو مغطي، وهو مغطي كان ممكن اجوجو هنا يسبق. شوف هنا بقى ويلسون اكاجبو لما حطه في ظهره خلاص اطمن، خلاص راحت من اجوجو بدأ يحاول يلمس الكرة في اي حتة، لكن طبعا ده ما يطمنش ولا يريح حسام حسن، لان دي تقلق جدا. نلعب في دقيقة 13 من زمن الشوط الاول، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون اهداف. نادي اتحاد الشرطة والنادي المصري، المباراة اللي بتقام في استاد الاسماعيلية. مباراة الشرطة ولكن المصري يلعب كل مبارياته في استاد الاسماعيلية، باستثناء طبعا مباراته مع النادي الاهلي. ويا يلعب على طول تمريرة امامية لاحمد ايمن منصور، والتغطية بيحاول عليها شمامة في اللعبة اللي فاتت. هذه الامامية اللي اتلعبت من لمسة واحدة، انطلق اجوجو ولكن حط رجله وجسمه في توقيت مناسب جدا جدا جدا. ويلسون اكاجبو عوض فرق السرعة بينه وبين اجوجو لو سابق يعني نص ياردة كان بقى انفراد تام وصريح مع حارس المرمى. تطول الكرة وتطلع تماس من شمامة، احمد مصطفى شمامة من ناشئين نادي امبي على فكرة. شمامة ادي اجوجو، رمي التماس للنادي المصري، تلعب على طول طويلة. تقدر تقول بقى كده اول 7-8 دقايق سيطرة تامة من النادي المصري. من بعد الدقيقة الثامنة بدأ نادي اتحاد الشرطة يمتلك زمام الامور، وادي هنا بقى في فاول او في لمسة يد على حسام عبد العال. فعلا كلام مظبوط جدا، حسام عبد العال اعطى تقل لنادي اتحاد الشرطة في نص الملعب، مفيش كلام. حسام عبد العال ومعاه يحيى تراوري كمان لعيب جراي بيجري بشكل كبير جدا، نريح حسام عبد العال كمان شوية، يعني مش كل الشغل على حسام. دايما كده لما بيبقى في واحد بيجري كتير التاني بيستريح على حسه، لكن الاثنين بيجروا في اتحاد الشرطة وعاملين فارق في الاداء الحقيقة، سواء حسام عبد العال او اللاعب يحيى تراوري. هذه حسام حسن لسه حتى الآن مازال محتفظ بهدوءه، مع العلم ان حسام حسن احنا عارفين انه قنبلة من الروح المعنوية تتفجر في اي مكان يتواجد فيه حسام حسن. رمي التماس للنادي اتحاد الشرطة، يلعبها احمد عادل، يلعبها على حدود منطقة الجزاء، وادي بقى اجوجو ومعاه محمد مجدي. طلع مجدي لكن اجوجو عايز ياخد فاول، فاروق قال له ما فيهاش حاجة. هجمة مرتدة بقى للنادي المصري، هنشوف هيعمل ايه. امامية طويلة لكن شوف هنا عامل عمق خالد سطوحي، يا ولد يا خالد. يرجع ورا خالد سطوحي الحارس مرماه، هو ادي بقى هنا عمرو حسام بيستنى الكرة لما جات له، كان لازم يقرب للكرة شوية عشان ما يديش مساحة للاعب نادي المصري احمد رؤوف انه يقرب منه بالشكل الكبير ده. كان ممكن جدا لو رؤوف خبطت فيه كانت ممكن ترد في المرمى. توصل الكرة للنادي المصري، محمد مجدي يلعبها لاحمد ايمن منصور في نص الملعب، توصل الكرة ليحيى تراوري، وادي امامية طويلة برضو مقطوعة من نادي المصري، يجيبها في نص الملعب ويا في الجنب اليمين ياسر، يلعبها للعزب، اسامه العزب في الجنب اليمين بينطلق اسامه العزب، فاتح له كابوريا ما ادالوش، يدي لياسر في الجنب اليمين برضه. جنب اليمين مفتاح الهجمه اللي فاتت، لكن في دفعه من احمد ياسر لخالد الغندور، وعرقله واعاقه ومخالفه بدون بطاقه وضربه حره مباشره لنادي الشرطه. اماميه طويله من الشرطه، طويله جدا، هيلحق ولا مش هيلحق؟ هنشوف سباق السرعه بقى هنا. محمد بسيوني ما يلحقش، معاه ويلسون اكاجبو، واضح ان سرعته كويسه ويلسون اكاجبو، عشان كده في اي سباق سرعه ويلسون اكاجبو هو اللي بيعمل الملاحقه للاعب المهاجم.
اماميه طويله من النادي المصري، لكن يا دوب كده قبل خط المنتصف يعمل لها توصيل احمد رؤوف. احمد ايمن منصور، سعيد مراد يمرر الكوره، تخبط الكوره في احمد عادل وتطلع رمي تماس. رمي تماس للنادي المصري. احمد ايمن منصور ابن الكابتن ايمن منصور طبعا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تلعب رمية التماس لكن يرد دفاع اتحاد الشرطة. تشتيت من احمد عادل، مقطوعة الكورة، توصل تاني للنادي المصري. ادي بقى كابوريا يمرر الكورة، وادي تغيير ملعب من اللاعب محمد أسامة، وتشتيت موجود من دفاع نادي اتحاد الشرطة. ترجع ورا، حاول يسيطر عليه هوية ولكن معاه محمود أجوجو، طلع الكورة خارج الملعب. تماس أسامة عزب. أسامة عزب كابتن وقائد النادي المصري، يعني تقريبا كده هو الوحيد من أبناء مدينة بورسعيد اللي موجود في الملعب. تحضير للنادي المصري. سعيد مراد يلعبها حلوة قوي، تحرك رائع. أحمد رؤوف، يا ولد يا رؤوف، يا ولد يا رؤوف، يا ولد يا رؤوف. أحمد رؤوف شوف قطع وعمل سبرنت كبير جدا وكورة أحياها. كورة كانت بعيدة شوية لكن حاول فيها ومعاه اتنين وحارس المرمى بيقاوح فيها أحمد رؤوف. أحمد رؤوف عنده فرصة إنه يبقى ينفرد بصدارة هداف الدوري، هو الهداف بالتساوي مع ستانلي اوهاويتشي وحسام باولو. ادي الركنيه للنادي المصري، معديه على حدود منطقه الجزاء. السنده فين التسديده؟ ايمن منصور تسديده ولكن على طول تسديده فوق العارضه، فوق العارضه من اللاعب محمد اسامه. محمد اسامه بيلعب ارتكاز ثاني مع محمد رفاعي ويه، وقدامه سعيد مراد، احمد ياسر واحمد كابوريا. 3 تحت راس الحربة احمد رؤوف. 4-2-3-1، بينما نادي اتحاد الشرطة 4-2-2-2. حسام عبد العال وتراوري 2 ارتكاز، على يمينهم خالد الغندور والشمال احمد شمامة، وقدام رأسين حربة، رأس حربة صريح محمد بسيوني، وتقدر تقول محمود أجوجو، وتقدر تقول كده محمد بسيوني بيلعب رأس حربة تاني معاه ولكن ساعات بينزل لتحت شوية. مازال واقع على الأرض لاعب نادي اتحاد الشرطة وحارس مرماه الحارس عمرو حسام، نتمنى له السلامة طبعا. عجبني الحقيقة كلام قاله دكتور محمد فضل الله أستاذ الإدارة الرياضية، يعني قال إن عايزين يا ريت يبقى فيه في المدارس يتدرس حكاية التشجيع الرياضي والروح الرياضية، مادة تبقى الروح الرياضية مش في الرياضة بس، الروح الرياضية في كل حاجة، وتقبل الهزيمة، ويبقى في عند ولادنا كده حالة من الصفاء الذهني والرضاء بما هو قائم وبما هو كائن. يبقى في تدريب تنمية بشرية للاعبين لأولادنا الصغيرين، يعني فكرة جميلة جدا جدا. قال برضو ان يبقى في يعني تدريس للتعليق الرياضي، دي برضو عجبتني جدا الحقيقة. دايما الدكتور محمد فضل الله الحقيقة بيفكر خارج الصندوق. 20 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون أهداف. حسام حسن وهاني رمزي، نادي المصري واتحاد الشرطة. أجوجو سيطر على كورته، لعبها ناحية اليمين لشمامة ولكن أطول من اللازم، زحلق من قدامه محمد أسامة وطلع الكرة خارج الملعب. رامي تماس، رامي تماس، رامي تماس لاتحاد الشرطة، هيلعب لمين؟ يلعبها لشمامة، قرب له شمامة، هاتوا خد مرة تانية. حسام عبد العال تمريرة مش مظبوطة، يقطع أسامة، محمد أسامة عالي على حدود المنطقة. ويلسون أكاجبو، يا ولد يا ولد، ويلسون أكاجبو خلاص بقى يعني اساسي يحط ويلسون أكاجبو معاه محمد مجدي وأسامة عزب وأيمن منصور، دول الأربعة اللي ما بيتغيروش. حط معاهم أحمد رؤوف وأحمد ياسر ما بيتغيروش، وأحمد كابوريا بنسبة كبيرة جدا مع سعيد مراد مع محمد أسامة، يمكن ويا بيروح ويجي هو ومحمد أسامة، لكن دلوقتي في الآخر بقى أسامة. انطلاقة حلوة داخل المنطقة، عرضية مش معدية، تخبط الكرة وزحلقة هايلة جدا من
حسام عبد العال وياخد منها ضربة ركنية. ادي بقى المساعد الثاني اشرف مهران. ضربة ركنية تلعب عرضية داخل منطقة الجزاء وضربة الراس من مجدي. والله فكرتها حلوة. ادي بقى طبعا مراقب المباراة يعني بيزعق مع زميلنا احمد عامر مصور الكاميرا الارضية، مش عايز الكاميرا الارضية تأدي دورها. يعني ده مش دور مراقب المباراة الحقيقة، يعني امال الكاميرا الارضية هتصور منين؟ ده برضو حاجة يعني بتضايقنا جدا. لازم يكون في تعاون شوية من السادة مراقبي المباريات. راجل جاي يقوم بدوره. تحضير للنادي اتحاد الشرطة. ادي البينية، خالد الغندور يتزحلق عالية مرة تانية. ادي اللمسة على حدود منطقة الجزاء لكن برضه مقطوعة، كان شمامة في اللعبة اللي فاتت. وادي تشتيت من ويلسون اكاجبو، لكن من حسن حظه ان تلاقي في السكة محمد اسامة. تطلع كرة تماس للمصري من ناحية الشمال. نص الشوط الاول بالتمام والكمال انتهى، متبقي النص الثاني للشوط الثاني. النص الثاني للشوط الاول والشوط الثاني بالكامل. امامية طويلة مقطوعة من النادي المصري، توصل لوية تمريرة لكن يتزحلق وهو بيحاول يلحقها لان جات له في ظهره. طبعا التمريرة لازم تبقى لقدام في اتجاه جريك للامام. هنا بقى محمد بسيوني المختفي بقاله فترة كده، لما بيظهر بسيوني بيظهر معاه الاداء الهجومي للنادي اتحاد الشرطة. ادي انطلاقة اتحاد الشرطة، بينية من خالد سطوحي في الجنب الشمال، يرجع على طول بسرعة يلحق مكانه طالما لعبها لمحمد بسيوني. خلاص يتصرف بسيوني، اخذ منها مخالفة واخذ منها ضربة حرة مباشرة بسيوني. شوف هنا بقى مين اللي عمل الضربة الحرة. طبعا الكلام من المراقب مع الامن او الاجهزة الامنية. يعني الكلام يعني العملية مش مستاهلة، الكاميرا قدام الكاميرا في الخلف شوية، مش مستاهلة الكلام ده كله. عرضية داخل المنطقة ولكن تعلى فوق وتطلع خارج الملعب. ادي العرضية وادي ضربة الراس. والله شارك فيها ويلسون اكاجبو. شوف اللعبة تاني، اعتقد لمست في ويلسون اكاجبو. شوف حكم اللقاء حسبها ضربة مرمى. تبقى صعبة طبعا، يعني احنا شفناها مرة واثنين وبدأنا نقول بكده. تبقى صعبة على الحكم اللي بياخدها في لحظة واحدة، ياخد القرار في لحظة واحدة وياخدها بقى كده بالايه، بالسنس او بالاحساس. تراوري مضغوط عليه من احمد رؤوف، يرجع ورا تراوري لاحمد عادل اللي بيعمل امامية طويلة. عادل اتجاه اجوجو لكن مقطوعة. محمد مجدي ترجع ورا تاني لمجدي، بيقرب له محمد اسامة لكن مجدي بيعمل امامية طويلة. احمد ايمن منصور يسيطر. يا ولد احمد ايمن منصور يعملها بينية لكن برضه مقطوعة، يجيبها النادي المصري او نادي اتحاد الشرطة. بسيوني، حسام عبد العال بسيوني يسيبها له. يا ولد يا عبد العال، حلو قوي انطلاقه لاتحاد الشرطة. عرضية يا سلام حلو الكلام. اخطر حاجة في اللقاء، اخطر لعبة في اللقاء. كل اللعب من بعيد لبعيد لكن دي من قريب جدا. عدت الكرة بغرابة شديدة جدا. شوف حضراتكم، عدت الكرة مفيش حد مكمل، كله مأخر نفسه. لكن اول مرة تتلعب كرة قوية بعرض الملعب. مرة تانية ضربة المرمى تتلعب على طول طويلة. وادي بقى هنا في دفعة ضد عماد حلمي. يعني عماد حلمي كان عايز ياخد فاول لكن هنا احمد رؤوف هو اللي لبسه الفاول، وضربة حرة مباشرة للنادي المصري. احمد ايمن منصور يلعبها ليه سعيد مراد، عايز يعدي سعيد لكن مضغوط عليه. مقطوعة توصل لنادي الشرطة. امامية من عماد حلمي طويلة اتجاه اجوجو. شوف اجوجو وسط 4، يعني تقريبا كده ضرب من ضروب الخيال انه يتفوق على ال4 دول. محمود اجوجو مش محمود ميسي. امامية طويلة حلوة بسيوني داخل المنطقة. يا ولد يا رمزي يا صالح، شوف التوقيت،
شوف التوقيت في الطلوع نموذج، ويقول لنا بقى على الكلام ده كله الكابتن عادل المأمور. انطلاقه على طول من ناحيه الشمال لنادي الشرطه، لكن مقطوعه من النادي المصري. تشتيت برضه مقطوعه من اتحاد الشرطه محمد عبد السلام. ترجع ورا خالص لحارس المرمى، ادي حسام عبد العال. لعب في انديه كتيره قوي حسام عبد العال. اربع خمس تمريرات كده من النادي المصري، تنتهي في النهايه في نص الملعب، لكن في لمسه يد، لمسه يد على سعيد مراد. طبعا هنا سعيد مراد بيقول ما عملتش حاجه، لكن طبعا الكره جت في ايده، وهنا طبعا ايده كانت فوق، ما كانتش في الوضع الطبيعي بتاعها، زي ما علمنا طبعا الكابتن احمد الشناوي. ادي طبعا النجم الكبير هاني رمزي. تغيير ملعب ناحيه الشمال، وانطلاقه في الجنب اليمين، المره دي بقى من ناحيه اليمين لنادي المصري، شمال اتحاد الشرطه. عايز يعدي اسامه عزب من ناحيه اليمين مع احمد ياسر، ولكن موجود حسام عبد العال وموجود محمد عبد السلام قافلين المكان ده بشكل كويس قوي، صعبينها على النادي المصري الاختراق من الجنبين، لان عارف هاني رمزي خطوره جنبين النادي المصري، يخش من الجنبين بشكل كويس قوي النادي المصري، قافلهم عليه المره دي، سواء احمد ايمن منصور او اسامه عزب، ومعاه جبهه محمد سعيد مراد واحمد ياسر. احمد ياسر يمين مع اسامه عزب، وسعيد مراد شمال مع احمد ايمن منصور، بتبقى بمنتهى الخطوره. الاهداف اللي بيجيبوها دايما بتبقى من الاختراقات من الجنبين او البينيه السحريه لاحمد رؤوف. اجوجو بياخد ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لاتحاد الشرطه، الركنيه الخامسه، الركنيه الاولى لاتحاد الشرطه مقابل 5 ركنيات للنادي المصري. تلعب على طول قصيره خالد الغندور، وادي العرضيه تاني داخل منطقه الجزاء، وضربه الراس دفاعيه، ضربه الراس دفاعيه، لكن توصل لخالد سطوحي بكعب رجله عايز يلحقها، ولكن معاه، شوف هنا بقى مين ده الباك الشمال، ده احمد ايمن منصور. ايه اللي جايبه ناحيه الباك اليمين؟ على طول تسديده اي كلام وبعيده. نادي عماد حلمي كابتن وقائد نادي اتحاد الشرطه. ضربة مرمى العبها رمزي صالح حارس المرمى. خلنا في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، لسه ما استمتعناش، مباراة مقفولة، المباراة مقفولة جدا جدا. دايما بنستمتع لما يكون الفرقتين بيلعبوا كرة قدم مفتوحة، بتلاقي في فرص، بتلاقي في مساحات، لكن الفرقتين مضيقين المساحات، مصعبينها جدا على بعض. تشتيت الكوره وتطول تبقى خارج الملعب. ادي كابوريا اعاره من مصر للمقاصه، تاكيد مكسب كبير لما يرجع لمصر المقاصه. نضج الحقيقه بشكل كبير جدا مع النادي المصري. لعيب برضه، في بعض اللاعبين كده ما بتجيش غير بالمباريات، ما بتجيش. يعني ايه؟ يعني لو هو موجود في نادي كبير بتلاقيه بيلعب وبيشارك مباراه كل 5-6 مباريات، وده ما بيديلوش اللياقه الفنيه للمباريات بخلاف اللياقه البدنيه طبعا. لكن لما بيلعب في نادي مش جماهيري قوي او مش مطلوب منه ومش مدجج بالنجوم، فبيشارك بشكل اساسي، يظهر بقى طبيعه ومعدن اللاعب ده. لو هو كويس بيبقى مكسب كبير جدا للفريق الكبير اللي بيعمل له اعاره. تمريره ناحيه اليمين، اسامه العزب يا ولا سيطر على كورته بشكل كويس، غير الملعب لكن بطريقه بالونيه. وادي بقى لمسه بالصدر لسعيد مراد، يا ولد سعيد مراد يعدي من حسام عبد العال ويلعبها في الجنب اليمين. ادي العزب العرضيه الارضيه داخل منطقه الجزاء. شوف هنا بقى احمد رؤوف بيحل المشكله في نص سنتي مع احمد ياسر، الاثنين داخل منطقه الجزاء في منتهى الخطوره. خالد سطوحي حط جسمه كويس قوي في اللعبه اللي فاتت، ولكن احمد ياسر بيعمل فاول وضربه حره مباشره.
تلعب على طول الضربة الحرة في اتجاه اجوجو. اجوجو النهارده بيلعب على حساب عبد الله سيسي. على دكة البدلاء مجموعة من اللاعبين اللي ممكن يعملوا اضافة سواء هنا او هنا. نقول البدلاء ونقول مين الاوراق الرابحة. عصام سعد بديل حارس مرمى لاتحاد الشرطة، عبد الله سيسي، صلاح ريكو، سعيد كمال، احمد عبد الرسول، احمد جمال، عمر كمال عبد الواحد. اما النادي المصري محمد فتحي، اسلام صلاح، محمد اشرف، سيد عبد العال، عبد الله جمعة، احمد جمعة، واحمد العجوز. نادي اتحاد الشرطة عنده عبد الله سيسي اضافة، عنده صلاح ريكو اضافة كبيرة جدا مفيش كلام، عنده سعيد كمال، عنده عمر كمال عبد الواحد، دي اضافات هجومية. اما النادي المصري عنده محمد اشرف لعيب هايل، عنده احمد جمعة هينزل ده اللي احنا عارفينه وحافظينه من حسام حسن. ادي العرضية داخل منطقة الجزاء ويطلع بالبوكس على طول حارس المرمى رمزي صالح. هنا طبعا بيقول حصل عملية ارتباك في اللعبة اللي فاتت. تلعب الكورة ليحيى تراوري، حلوة في مساحة، لو يلحق في منتهى الخطورة لكن ما يلحقش احمد عادل. طبعا كانت بعيدة على احمد عادل لكن حاول في الكورة. ضربة مرمى لنادي المصري. شوف اللعبة مرة تانية، ادي العرضية وادي البوكس من حارس المرمى. يعني واحد يقول لك كان ممكن يمسك، كابتن عادل مأمور بقى يقول لنا. وعلى الارض محمد مجدي قلب دفاع نادي المصري. يبدو ان كان في كرة مشتركة كده في اللعبة اللي فاتت مع اجوجو، واجوجو اخذ انذار. شوف بقى اللعبة مرة تانية عشان نشوف الانذار. دي 34 من زمن الشوط. الاول والتعادل السلبي ما زال قائم. ادي اللعبة مرة تانية، لكن عايزين نشوف بقى يعني اللاعب اللي عمل معاه الانذار هل هو اجوجو ولا خالد الغندور. يعني عايزين برضو نتأكد منها. مواجهة الفنية خارج الخطوط، 2 من الزمن الكورة الجميل، من زمن 90، من زمن كأس العالم 90. اتمنى بقى طبعا احنا داخلين كده على مشارف كأس العالم 2018. نتمنى ان شاء الله ان احنا نصل الى كأس العالم في روسيا 2018 ان شاء الله. تصنيفنا بعد مباراة بوركينا اللي فاتت دي ارتفع الى 589 نقاط وبقينا السابع على مستوى الافريقي. وان شاء الله بعد المباراتين الجايين للمنتخب النيجيري التصنيف يرتفع اكتر واكتر ان شاء الله، ونبقى من الخمسة الاوائل عشان نبقى رأس مجموعة في التصفيات كأس العالم. يفرق كتير جدا. عرضية داخل المنطقة للنادي المصري، احمد رؤوف اتطوحت شوية ناحية اليمين، احمد رؤوف يلم كورته، رؤوف ترجع ورا لرفاعي ويا سقط واحدة حلوة داخل منطقة الجزاء لكن مقطوعة. يطلع الكورة خالد سطوحي، ادي السندة العزب، عرضية داخل منطقة الجزاء، ضربة الراس فين؟ مفيش ضربة راس، وادي خطأ من خالد الغندور، وادي عرضية تاني داخل المنطقة. والله كانت هتسقط في المرمى من احمد ايمن منصور، لكن موصلها لبر الامان والسلامة عمرو حسام حارس المرمى وما لمسهاش، عشان كده تبقى ضربة مرمى. لو لمس الكورة كانت هتبقى ركنية لكن ما يلمسش الكورة. كورة اتلعبت كده خدمته احمد ايمن منصور. شفنا كورة كانت مع مباراة فيورنتينا ومحمد صلاح، طبعا روما وفيورنتينا، كان جاب هدف، خبطت الكرة وخدمته برضو وعملت لوب كده ودخلت المرمى. قلشة من رمزي صالح كانت ممكن تعمل له مشكلة لو القلشة دي قريبة شوية. واضح ان في ارتباك كده شوية في رمزي صالح من بعد الكورة اللي كانت اتعملت عرضية ولعبها بالبوكس، حسينا بيه شوية كده مرتبك.
مرة تانية محاولات نادي اتحاد الشرطة مقطوعة من النادي المصري. انطلاقة من كابوريا، كابوريا بيلعبها بينية، هات وخد على طول مع ويا، ولكن في دفعة وضربة حرة مباشرة. اخطاء 6-6 حتى التعادل في الاخطاء، حتى التعادل في الاخطاء. تحضير لنادي المصري، ادي الاماميه حلوه في مساحه، ممكن العرضيه، عرضيه ارضيه، السلام، سدد يا راجل، سدد يا راجل يا راجل يا راجل احمد ياسر، لكن عملها له نموذج احمد رؤوف. سلم احمد رؤوف ظهره للمرمى، فضل انه يلعب ببطن رجله للاعب اللي وشه للمرمى، وهو دي اصول الكوره. ادي اللعبه، سند على طول، اللي جايب وشه هو اللي اولى، وسدد تسديده ولكن على يمين الحارس. يعني احمد رؤوف بيديك هديه مجانيه يا احمد يا ياسر، انت بقى بكل روح رياضيه بترفض الهديه، وسدد. ما كانتش عايزه القوه، كانت عايزه الدقه وتركن، تركن بس. ادي بقى طبعا اخطاء او خطا رمزي صالح، لكن من حسن حظه انه وصلت لزميله باك الشمال احمد ايمن منصور في اللعبه اللي فاتت. مره ثانيه محاولات النادي المصري اللي قرب النادي المصري، لكن في عرقله واعاقه. ادي ويا محمد رفاعي، ويا من ناشئين نادي الزمالك، وانضم لنادي النصر ومنه الى نادي المصري. ويا بيعمل تمريره قطريه طويله جدا عند احمد ياسر، يلمسها احمد ياسر لكن ما يلحقش طبعا سعيد مراد. وادي اماميه طويله لنادي اتحاد الشرطه، بيرجع ويلسون اكاجبو لحارس مرماه رمزي صالح. شوف حضراتكم حسام في الكادر، حسام حسن في الكادر بيقول له اتكلموا مع بعض، اتكلموا مع بعض، خلي فيه ربط بينكم وبين بعض، عشان مفيش واحد انتوا الاثنين تروحوا في نفس المكان. يعني بنسبه كبيره جدا بيروح احمد رؤوف واحمد ياسر، الاثنين بيروحوا على الكوره. المفروض ان واحد يروح على الكوره وواحد يتحرك في مساحه عشان يستلم. ده الكلام اللي بيقوله لهم حسام حسن طبعا، بيقول لاحمد رؤوف واحمد ياسر. تحضير لنادي المصري ورمي التماس للنادي المصري، تلعب على طول لكن مقطوعه توصل لنادي اتحاد الشرطه. اماميه طويله لكن برضه بيقطع نادي المصري. محاولات في نص الملعب في الجنب اليمين، ادي انطلاقه من اسامه العزب، بيلعبها بينيه حلوه على حدود منطقه الجزاء، تتلعب لاسامه العزب لو عايز يعدي، لكن حط رجله في توقيت مناسب جدا تراوري. كان جالنا دلوقتي خبر عاجل من الزملاء في الاعداد، يوسف اوباما لاعب نادي الاتحاد السكندري بيتعرض للضرب من جماهير الاتحاد السكندري عقب المباراه، واللاعب يعني يوسف اوباما دلوقتي بيعمل محضر في الشرطه. مش عايزين طبعا نوصل للمرحله دي، عشان كده بنقول يعني الجماهير لازم تكون يعني متعقله شويه. يعني كل الكلام ده يا جماعه لو في امل 1% عودة الجماهير، انتوا بايديكم بتقولوا مفيش جماهير. يعني انتوا بايديكم بتقولوا للي بيفكر يرجع الجماهير ما تفكرش. هذه الجماهير طبعا جماهير نادي الاتحاد، طبعا من حقك تزعل، من حقك تغضب، من حقك تزعل من فرقتك، لكن الزعل والغضب ليه اسلوب وليه طريقته. ما يوصلش ان انا اضرب اللاعب بتاعي. يعني مش عارف اقول ايه بصراحة. جماهير الاتحاد جماهير جميلة، لكن طبعا الكلام ده مش من جماهير الاتحاد، من بعض المتعصبين، عشان ما نعممش الحكاية. توصل الكرة للنادي المصري، امامية طويلة، وصلنا للدقيقة 41 من زمن الشوط الاول، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون اهداف. حتى الان متعة كرة القدم الحقيقية غائبة عن هذا اللقاء. كرة القدم مفيش كلام، لغة الاقناع والامتاع، اقناع بالاهداف والنتيجة والامتاع بالاداء الفني الجميل. لسه حتى الان ليس لدينا اقناع وليس لدينا امتاع. الامتاع يأتينا على فترات متباعدة جدا. محاولة للشرطة على حدود منطقة الجزاء، يا سلام لو وصلت لأجوجو، لكن حط رجله في ويلسون أكاجبو، انقاذ رائع. يعني دي كان هيبقى انفراد تام وصريح من أجوجو. توصل تاني نادي الاتحاد الشرطة على حدود منطقة الجزاء. شوف بدأ اتحاد الشرطة يسرع رتم اللقاء، تغيير ملعب ناحية اليمين، انطلاق على طول من عماد حلمي، عايز يعدي نص الملعب، يعملها أمامية طويلة، ولكن شوف هنا بقى مغطي بشكل كويس دفاع النادي المصري.
وعاملين مساحة بينهم وبين حارس المرمى. طلع على طول حارس المرمى رمزي صالح يمسك كورته، حط الكورة على الارض، خلاص ما ينفعش يمسكها تاني، عشان كده هيعمل الكورة امامية طويلة. رمزي صالح بيلعبها طويلة على حدود منطقة جزاء نادي اتحاد الشرطة، يطلع يلمس احمد رؤوف، وادي تشتيت من خالد الغندور مش مظبوطة يا خالد. يقطع ويجيبها تاني النادي المصري. امامية طويلة في اتجاه اجوجو، مقطوعة يجيبها نادي اتحاد الشرطة. تمريرة ناحية اليمين حلوة، لو يعرف احمد عادل يعملها من مرة واحدة، لكن طبعا اتقفل عليه خلاص. مرة تانية التمريرة برضو اطول من اللازم، مقطوعة توصل لنادي المصري. تغيير ملعب في اقصى اليسار لكن مش مظبوطة برضو. تطول وتبقى رمي تماس. مرة تانية محاولات النادي المصري في نص الملعب، لعب كله منحصر في نص الملعب، اللعب كله منحصر في نص الملعب. تشعر كده ان المباراة يعني مش ممتعة، الاتنين خانقين المباراة كل فترة طويلة كده، تحس ان في حاجة متقالة، حاجة معمولة. مباريات الفرقتين اكترها تعادلات، المباريات السابقة للفرقتين طبعا 12 مباراة سبقت 6 تعادل، 4 فوز للشرطة، 2 فوز للمصري. اول مباراة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2008-2009، مصري فاز 2-1. واخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت مباراة الدور الاول والمصري فاز 1-0. اول مباراة واخر مباراة المصري، وما بينهما 6 تعادلات و4 فوز لاتحاد الشرطة. امامية طويلة لاتحاد الشرطة. وصلنا خلاص للدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي ومحاولات النادي المصري. هنشوف بقى هيعمل ايه. قطعت الكرة من احمد ياسر، يجيبها تراوري في نص ملعب نادي اتحاد الشرطة، لكن ضغط موجود من دفاع نادي المصري. قبل ما توصل الكرة لشمامة بيطلعها من قدام ورامي التماس، لمست في شمامة، يبدو كده ان هي لمست في شمامة، وتبقى رامي التماس للمصري. تلعب على طول على حدود المنطقة، لو عدت الكرة كانت هتوصل لسعيد مراد ويبقى انفراد. سعيد مراد انفراد، وادي امامية طويلة داخل منطقة الجزاء، لكن برضه مقطوعة من دفاع نادي اتحاد الشرطة. امامية مرة تانية للنادي المصري لكن سهلة طبعا. وادي بقى الحكم الرابع محمد يوسف بيدينا دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضايع، بناء على قرار من حكم اللقاء محمد فاروق. وصلنا بالفعل الى الثواني الاولى منها. ادي كرة مشتركة من اجوجو، خلي بالك يا اجوجو عندك انذار، خلي بالك يا اجوجو عندك انذار. اعتقد خلاص الشوط الاول هيطلع بنتيجة التعادل، وبين الشوطين بقى كده هيدخل الفرقتين لغرفة خلع الملابس، وكل واحد بقى يقول الكلام اللي عنده والتكتيك الجديد وطريقة اداء الشوط الثاني. عرقلة واعاقة ومخالفة مصحوبة بالبطاقة باينة جدا لخالد الغندور، وانذار لخالد الغندور. يبقى في انذار لاجوجو وانذار لخالد الغندور، انذارين في هذا اللقاء. تدخل قوي على اللاعب احمد ايمن منصور، الف سلامة يا احمد. كابتن هاني رمزي بيكلم طبعا كابتن محمد فاروق، يعني
هاني رمزي من المديرين الفنيين الحقيقة المحترمين جدا جدا. ادي خالد سطوحي وهو بيظبط طبعا تظبيطة اللاعبين، بيبقى من اللاعبين الخبرات طبعا. لسه بقول لحضراتكم هاني رمزي يعني من المديرين الفنيين اصحاب الخلق العالي. كلمتين كده ببساطة مع حكم المباراة محمد فاروق، وعلى طول تقبل الامر. وادي بقى الحكم الرابع محمد يوسف، حتى بيشيل الميكروفون يعني طب الميكروفون هيعمل ايه؟ عموما الوقت المحتسب بدل من الضايع انتهى، وحكم المباراة محمد فاروق بيستعد لإطلاق صافرته، ولكن طبعا في لاعب واقع من نادي المصري، اعتقد احمد ايمن منصور، يعني ممكن يخرج بالنقالة ويصفر على طول حكم المباراة، لان جاي ربع ساعة بين الشوطين. وادي بقى طبعا حسام حسن ولحظات العصبية والنرفزة عنده. حسام حسن في بعض الاحيان كده ما بيقدرش يتحكم في نفسه، عنده مميزات كبيرة جدا جدا، لكن في بعض الاحيان من تهوره بيضيع المميزات الكبيرة اللي موجودة دي. وبيسخن اهو لاعبين من نادي المصري، هنشوف بقى هيقدر يكمل ولا ايه. احمد ايمن منصور نتمنى له السلامة طبعا احمد ايمن منصور، لكن عموما هيخرج احمد ايمن يكمل علاجه، اعتقد هيكمل ان شاء الله. وامامية طويلة على حدود منطقة الجزاء، وضربة الراس دفاعية لسه فيها كلام، عالية كورة، ويصفر حكم اللقاء محمد فاروق. يعلن نهاية احداث الشوط الاول، تعادل سلبي بدون اهداف اتحاد الشرطة والنادي المصري. سعدت باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت، الى اللقاء مع احداث الشوط الثاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد باللقاء مع حضراتكم مرة أخرى المعلق الرياضي رامي بهجت، ويسعدني أن أنقل لحضراتكم أحداث الشوط الثاني من مباراة كرة القدم بين نادي اتحاد الشرطة والنادي المصري. مباراة اللي انتهت أحداث شوطها الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. مباراة متوسطة المستوى، مباراة يعني كنا متوقعين نشوف مباراة أفضل أو شوط أفضل من كده. نتمنى أن يكون الشوط الثاني أفضل حالا من الشوط الأول. النادي المصري المفروض عنده طموحات كبيرة جدا، عنده من النقاط 36، لو فاز يبقى 39، فارق نقطتين فقط عن النادي الزمالك، ويقترب بشدة من المركز الثاني. أعتقد ده طموح كبير جدا جدا ممكن يكون للنادي المصري. اتحاد الشرطة كمان عنده طموح كبير جدا وعنده دافع وحافز، عنده 15 نقطة في المركز ال16، وهو الفريق الثالث المهدد بالهبوط. فرقتين غزل المحلة وحرس الحدود الأقرب للهبوط، واتحاد الشرطة لو فاز النهاردة يبقى 18 نقطة، ويقترب من المقاولين اللي عنده 19 نقطة، ويقترب من اتحاد سكندري وأسوان اللي 22 نقطة. يعني لو 18 و22 فارق 4 نقاط فقط، ممكن جدا يبعد عن دوامة الهبوط وينتظر تعثر الاتحاد أو أسوان أو المقاولون العرب. ده دافع وده دافع. تاريخ لقاءات الفريقين بتقول لنا ان كلها او معظمها تعادلات، 6 تعادلات. اول مباراة جمعت بين الفريقين مصر فاز 2-1، ثم تعادل بدون اهداف. السنة اللي بعدها الشرطة فاز 3-1، ثم تعادل 1-1. السنة اللي بعدها الشرطة فاز 2-0، ثم تعادل بدون اهداف. السنة اللي بعدها تعادل بدون اهداف، ثم تعادل 1-1، ثم الشرطة فاز 1-0 والشرطة فاز 1-0 مرة تانية. صافرة حكم اللقاء محمد فاروق تعلن بداية احداث الشوط الثاني. الشرطة هيبقى على يمين حضراتكم بالزي الابيض، والمصري هيبقى على شمال حضراتكم بالزي الاخضر. تحضير لنادي
اتحاد الشرطة امامية طويلة، لكن ويلسون اكاجبو بيقطع، يضغط تاني ويجيبها نادي المصري. واحدة في اتجاه محمد مجدي واجوجو، لكن في دفعة من اجوجو لمحمد مجدي. ادي اجوجو سبع حكم اللقاء، دفعة في صالح النادي المصري. ترد الكرة على طول لنادي المصري امامية من ويلسون اكاجبو، ولكن اطول من لازم طبعا، ما يلحقهاش احمد ياسر. فضل ان هو عدم المشاركة في الكورة، لان لو شارك خلاص هيفقد مجهود على الفاضي. وادي بقى شمامة بيطلب من عمرو حسام انه يلعب له الكرة في هذا الاتجاه، واخد الجنب الشمال شمامة. خالد الغندور واخد الجنب اليمين. انذارين هو عنوان الشوط الاول فقط. امامية طويلة من عمرو حسام للنادي اتحاد الشرطة، مقطوعة من النادي المصري. تمريرة من سعيد مراد في الجنب الشمال، هيعمل ايه هنشوف ونتابع. قطعت الكرة، سعيد مراد بيديله مرة تانية. ادي اللاعب كابوريا في نص الملعب، يرجع ورا ليه ويا، هاتوا خد ويا جنبه كابوريا، يلعب لكابوريا. كابوريا بيعملها بينية لكن مش معدية، مقطوعة من محمد عبد السلام اللي بيعمل امامية طويلة. برضه ويلسون اكاجبو، شوف ضربة راس راحت فين، على حدود منطقة الجزاء، يلمها احمد ياسر يا ولد. ياسر ومعاه بسيوني الحاضر الغائب، حاضر بجسمه ولكن غائب بامكانياته ومهاراته وموهبته. بسيوني على فكرة كان لاعب سابق في النادي المصري. ادي بسيوني وضربة حرة هيلعبها كابوريا. وهنا بقى في احتكاكات داخل منطقة الجزاء، على طول بيصفر قبل ما يلعب كابوريا، بيقول تحذير وانا قلت وقد اعذر من انذر. وضربة حرة في مكان خطير. كابوريا على التنفيذ، عرضية داخل المنطقة خطيرة جدا، لكن يطلع دفاع نادي اتحاد الشرطة. وكان معاه في اللعبة اللي فاتت احمد رؤوف، يعني لمست في الاثنين. هنشوف بقى اتحسبت ايه. ادي بقى اللعبة اللي فاتت، ومحمد مجدي كان مكمل، لمست في محمد مجدي وفي عماد حلمي الاثنين في نفس اللحظة. حسبها حكم اللقاء ضربة ركنية. ضربة ركنية للنادي المصري، تلعب على طول. وهنا بقى في كرة مشتركة والاثنين خبطوا في بعض، وفي لاعب واقع من نادي اتحاد الشرطة، اعتقد ده احمد عادل. هنشوف كده ونتابع. هو احمد عادل فعلا ومعاه، لا والله مش كرة مشتركة، ده كوع كده او مرفق من سعيد مراد لاحمد عادل اللي كان بيراقبه كظله. قال له يا راجل بقى، يعني انت هتضايقني ليه؟ واداله كده بالمرفق في الوجه. اعتقد ممكن يستحق عليها انذار في اللعبة اللي فاتت. عموما ضربة ركنية تلعب على طول، ضربة راس عالية وبعيدة، تطول وتطلع خارج الملعب. ضربة مرمى. وجالنا دلوقتي من الاعداد ان يوسف اوباما نجم نادي الاتحاد بيتنازل عن المحضر اللي عمله ضد سوادة، احد اعضاء جماهير الاتحاد السكندري، والذي قام بسبه بعد مباراة الداخلية. اوباما غادر قسم باب شرق الاسكندرية بعد التنازل عن المحضر، وكفى الله المؤمنين شر القتال وحبايب يا اوباما. طب كان لازمته ايه يا سوادة؟ طبعا سوادة بيحب الاتحاد قوي، لكن ما توصلش للدرجات دي يا سوادة. تحضير مرة تانية لنادي اتحاد الشرطة، امامية طويلة عند اجوجو، لكن ويلسون اكاجبو متفوق في الكرات الفضائية. مرة تانية، يا سلام يا سلام، حلو الكلام يا أسامة. ادي التمريرة لكابوريا في الجنب اليمين لياسر، يا سلام لو توقع ان هي ممكن تعدي، لو توقعها ان هي تعدي واستناها كان داس على كورته ودخل على حدود منطقة الجزاء. لكن تطول الكورة وتبقى رامي التماس محمد عبد السلام على التنفيذ. رامي التماس عبد السلام يريحها شمامة، لكن بسيوني تمريرة مش مظبوطة. وادي لمسة يد لمست في ايد لاعب نادي اتحاد الشرطة محمد عبد السلام، وتبقى ضربة حرة. ادي محمد أسامة ضربة حرة. هنشوف بقى ايمن دجيش بيقول له ايه، يعني مش عارف حسام حسن عايز ايه الحقيقة. هي ضربة حرة خلاص، اتحسبت ضربة حرة، مفيش اكتر من كده. اشارات كده لاسلكية بيعملها احمد رؤوف مع كابوريا،
وكابوريا بيعمل العرضية داخل المنطقة وضربة الراس، لكن ضعيفة جدا طبعا، ضعيفة جدا. يلحقها عمرو حسام، وعلى مهله خالص عمرو حسام يمسك كورته. 5 دقايق مرت من زمن الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون أهداف. لسه مفيش حد من الفرقتين قادر يخترق الدفاعات، مفيش حد قادر يفك الشفرات، مفيش حد عنده الباسورد. تراوري يلعبها في نص الملعب، مقطوعة من شمامة، وادي التمريرة الحلوة. كابوريا في الانطلاق، كابوريا بينطلق يخترق، لكن حط رجله. شوف هنا بقى في توقيت مثالي قفل على كابوريا كل زوايا التسديد. ادي كل البدلاء بيقوموا بعملية الإحماء. شوف الانطلاقة من كابوريا، لكن شوف سطوحي، خالد سطوحي قفل عليه كل زوايا التمرير والتسديد. وادي بدلاء كمان نادي اتحاد الشرطة، برضو كله بيقوم بعملية الإحماء. هنشوف بقى مين اللي هينزل ومين اللي هيكون ليه النصيب والدور انه ممكن نشوفه في هذا اللقاء. لعب على طول رمية التماس، مقطوعة من النادي المصري. لعب حلوة في مساحة عند أحمد رؤوف، بيبذل مجهود كبير جدا جدا. أحمد رؤوف النهارده عامل مجهود كبير جدا جدا جدا، يعني يشعر بيه اللي موجود في الملعب. اتحرك على كل كورة، عايز يعمل حاجة، عايز يقول أنا موجود. ليه بقى؟ لأن دي آخر فرصة بالنسبة له عشان يثبت نفسه مع الجهاز الفني هيكتور كوبر ومنتخب مصر قبل مباراتي نيجيريا. طبعا في فرق تانية عندها ملحق زي الاهلي والزمالك والمقصة وامبي، وملحق بالنسبة لهم مش حاجة وحشة، ولكن عندهم بطولة افريقية فهيتشافوا فيها، وبعد كده هيعلن كوبر القائمة. اعتقد بنسبة كبيرة جدا احمد رؤوف هيكون موجود. ادي العرضية داخل المنطقة، لكن يطلع دفاع نادي اتحاد الشرطة. مرة تانية بيحاول عليها كابوريا، ياخد منها رامي التماس، يلعبها طويلة. كابوريا داخل المنطقة في منتهى الخطورة، ادي الخلفية المزدوجة، ولكن تخبط الكورة في عماد حلمي وتطلع ضربة ركنية لنادي المصري. شوف هنا بقى الروح اللي موجودة عند النادي المصري. الشوط الثاني البدايات مهمة جدا طبعا، بداياته افضل كتير المصري. لعبها لسعيد مراد، وادي العرضية حلوة داخل المنطقة. يا ولد يا عمرو، يا ولد يا عمرو يا حسام، يطلع من اعلى نقطة ويمسك كورته ويعمل هجمة مرتدة سريعة عند احمد عادل، تخبط الكورة وتطلع خارج الملعب. رمي تماس لنادي اتحاد الشرطة. ادي اللعبة اللي فاتت، شوف سعيد مراد عملها ولف وسطه بمرونة فائقة. تحضير لاتحاد الشرطة، بدايات الشوط الاول زي بدايات الشوط الثاني بالظبط من النادي المصري، ولكن هل بعد ال7 8 دقايق لما يخلصوا بتوع يعني حمى البداية للنادي المصري في كل شوط، هل هيعود مرة تانية نادي اتحاد الشرطة ويسيطر زي ما عمل مع الشوط الاول؟ هنشوف بقى ونتابع. تحضير في نص الملعب لاتحاد الشرطة، حسام عبد العال اتقطعت منه الكورة، محمد أسامة تمريرة اي كلام توصل لمحمد بسيوني يمرر لتراوري فتح له ناحية اليمين. احمد عادل يدي العادل ويتحرك له في مساحة. ادي الغندور عرضية لكن مش معدية، مقطوعة توصل لشمامة ناحية الشمال يلعبها لمحمد عبد السلام، عايز يعدي عبد السلام، عدى من واحد ولكن في عرقلة من احمد ياسر وضربة حرة مباشرة لنادي اتحاد الشرطة. هذه العرقلة واضحة جدا. اعتقد حان وقت التبديلات هنا وهنا، لان خلاص بعد 10 دقايق من زمن الشوط الثاني ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان اللي موجودين في الملعب مش قادرين يخترقوا. وادي العرضية داخل المنطقة خطيرة جدا جدا جدا، مفيش حد مكمل من اتحاد الشرطة، مفيش حد متوقع ان الكرة ممكن تعدي. امامية من ايمن منصور لكن مقطوعة، تشتيت من دفاع نادي اتحاد الشرطة، توصل لخالد الغندور عايز يعدي 1 ضد 1، يلعبها حلوة لاحمد عادل في الجنب اليمين، ممكن العرضية داخل منطقة الجزاء، عملها العرضية والله حسام عبد العال، لكن تشتيت من دفاع نادي المصري.
توصل تاني في الجنب اليمين عند احمد يا ولد يا ولد يا احمد يا عادل، يغير الملعب باقصى اليسار، لكن السيطره على الكوره من احمد ياسر. احمد ياسر وجنبه كابوريا، يلعب لكابوريا وتحرك ياسر، هات وخد، لكن مقريه من عماد حلمي، تمركز سليم من عماد حلمي. هنا بقى الهجمه المرتده للنادي اتحاد الشرطه. ايوه كده، ايوه كده، المباراه تبقى كده، سرعتها كده ورتم اللقاء يبقى احسن جدا. تمريره ناحيه اليمين، استلام مش تمام في اللعبه اللي فاتت. يا احمد يا عادل يضغط ويجيبها تاني. النادي المصري حاول عليها تراوري، توصل لاحمد ياسر، لكن في دفعه من تراوري، يا تراوري او يحيى تراوري، وضربه حره مباشره للنادي المصري. اعتقد ضربه حره مش رمي التماس، هنشوف هيعمل ايه. فعلا ضربه حره، ضربه حره، ما خدش باله اسامه العزب في اللعبه اللي فاتت، لكن هي فعلا ضربه حره. ضربه حره للنادي المصري، تلعب طويله في اتجاه احمد رؤوف اللي بيتحرك في كل كوره في كل حته، وتشتيت من بسيوني، اماميه طويله عند اجوجو. شوف 1 وسط 3، طبعا ضرب من ضروب الخيال ان اجوجو يعدي من ال3. ويا يعمل بينيه لكابوريا، عرضيه حلوه، يا سلام، يا هدوء اعصابك يا احمد يا عادل. احمد عادل بهدوء اعصاب يحسد عليه داخل منطقه الجزاء، والعرضيه قائمه يعملها ويريحها لحارس مرماه. ترد الكره في نص الملعب، تراوري في اتجاه الغندور، يقطع ويجيبها مره ثانيه نادي اتحاد الشرطه، يجيبها شمامه، شمامه لبسيوني، يفتح زاويه التسديد بسيوني، والتسديده اي كلام في اي حته، اي كلام في اي حته يا بسيوني، تطول وتطلع خارج الملعب، ضربه مرمى. طبعا بيعتذر لزملائه، سدد بفرديه شويه، تطول وتبقى ضربه مرمى. وادي بقى اول تبديلات اللقاء، يخرج احمد ياسر وبينزل السيد عبد العال. تبديل يعني عاوز تفسير. التفسير الوحيد لهذا التبديل ان هيلعب السيد عبد العال جنب احمد رفاعي ويا، ويحرر محمد اسامه من الواجبات الدفاعيه، ويطلعه مع احمد كابوريا وسعيد مراد، يبقى هما الثلاثه تحت راس الحرب احمد رؤوف. ويبقى برضه محمد اسامه ليه واجبات دفاعيه شويه برضه، لكن واجباته الهجوميه اكثر، لكن بالتاكيد بيفقد واحد يعني مهم جدا ومحطه ارتكاز مهمه، حسام حسن على حدود منطقه الجزاء. هل عايز يستعيد منطقه نص الملعب؟ هنشوف احمد رؤوف وسعيد مراد على حدود المنطقه مره ثانيه، على حدود منطقه الجزاء محمد اسامه. لسه بقول لحضراتكم هيتحرر من الواجبات الدفاعيه، فعلا اتحرر محمد اسامه بعد نزول السيد عبد العال، بقى كابوريا واسامه وسعيد مراد الثلاثي خط تحت راس الحربه احمد رؤوف. على طول ناحيه الشمال احمد ايمن منصور، يشتت ايمن منصور لكن مقطوعه، توصل تاني للنادي المصري. اماميه اول لمسه من السيد عبد العال، سيد عبد العال بيعمل تمريره طويله لكن مش لحد يا سيد، لسه ما ظبطش السيد عبد العال. موجود في الملعب السيد عبد العال للنادي المصري، وحسام عبد العال لاتحاد الشرطه. ويا يلعب لكابوريا، محمد اسامه للسيد عبد العال مره ثانيه، ويا في الجنب الشمال، كابوريا والله في الجنب الشمال، لكن ما يلحقش احمد ايمن منصور، تطول وتطلع خارج الملعب. رامي التماس، لعب الكرة على طول عند كابوريا، تشتيت مرة ثانية محمد مجدي، كابوريا بيلمسها، وادي ويا يعدي ويا، يا ولد عدى، انطلق من ناحية اليمين ويا، واضح ان اتحرر ويا في الجنب اليمين اهو. ويا عايز يعمل العرضية والتسديدة، يا سلام لو جت يا احمد يا رؤوف كان هيبقى هدف عالمي، كان هيبقى هدف عالمي. شوف وهي جاية في اتجاه المرمى يلمسها، وكان عايز يلعبها مرة واحدة. ادي بقى الصوحي يا ولد يا الصوحي. شوف بقول لحضراتكم احمد رؤوف بيموت نفسه على كل كورة.
عايز يقول انا موجود. ادي بقى تدخل قوي من محمود اجوجو، وتتلعب الكرة طويلة ولكن ما يلحقهاش نادي المصري. واضح كده ان محمد رفاعي ويا هو اللي طلع قدام، محمد اسامة جنب السيد عبد العال، يبقى ويا وكابوريا وسعيد مراد زي ما احنا شايفين. محمد اسامة متمركز مع السيد عبد العال، لكن هنا بقى بيدي حرية لما محمد اسامة يحب يطلع ويا بيغطي مع السيد عبد العال مفيش مشكلة. لما ويا بيطلع محمد اسامة هو متمركز مع السيد عبد العال، المهم السيد عبد العال هو الاساسي اللي بيثبت. ترجع ورا للنادي الشرطة، تلعب لبسيوني على حدود منطقة الجزاء، استلام من اجوجو، يرجع ورا اجوجو ليحيى تراوري في الجنب اليمين عند احمد عادل، يعمل تمريرته احمد عادل، ولكن برضه تدخل موجود من احمد ايمن منصور، وتبقى رمي التماس لاحمد عادل. والاتحاد الشرطة في الجنب اليمين لعب على طول طويلة عند محمد بسيوني مضغوط عليه على طول، لكن يرجع ورا بسيوني، توصل تاني لنادي اتحاد الشرطة، عرضية حلوة داخل المنطقة، يا سلام، يطلع رمزي صالح، طلع الكرة رمزي على طول في الجنب الشمال، ادي رمزي صالح، توصل لنادي المصري، لمسة حلوة من ويا، شوف تحرر ويا، يا ولد ينطلق لكن مقطوعة، يجيبها تراوري، لمسة من تراوري لحسام عبد العال، ترجع ورا تاني لنادي المصري، استلام من ويا تحرره، عمل انتعاشة ايجابية للنادي المصري، ويا وبيلعب بايجابية ناحية الشمال لسعيد مراد، ويلعبها في المرمى، يا ولد يا سعيد، يا ولد يا سعيد يا مراد. سعيد مراد عملها عرضية ولكن اشبه بالتسديدة. شوف هنا بقى وهو بيعمل العرضية عملها بين البنين، كانت رايحة في البعيدة، ولكن معاها والله عمرو حسام في اللقطة اللي فاتت، موصلها لبر الامان والسلامة، وامامية طويلة مقطوعة من نادي اتحاد الشرطة، لكن واحدة طويلة في اتجاه النادي المصري، علي احمد رؤوف، لمسة على حدود المنطقة لكن يطلع، يا ولد يا سطوحي، خالد سطوحي بيطلع ويشتت، توصل للنادي المصري مرة تانية وتسديد، اوبا، يا سلام يا سلام، حلو الكلام يا منصور. احمد ايمن منصور بيسدد تسديدة قوية جدا 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 ومتقنة، فيها قوة وفيها دقة، ويتألق ويتعملق عمرو حسام في اللعبة اللي فاتت، ويطلع كورة، اخطر كورة في الشوط الثاني، اخطر كورة في الشوط الثاني، ضربة ركنية للنادي المصري، 8-1، ارضية في منتهى الخطورة لو معدية، لكن مش معدية، تعدي الكورة بامان وسلام على نادي اتحاد الشرطة. احمد رؤوف اكتر اللاعبين بذلا للمجهود، ادي تسديدة احمد ايمن منصور، وادي تصدي عمرو حسام، يعني الكورة لبست في وش رجله مظبوط في اللعبة اللي فاتت. هيبقى من احسن اللعيبة في مصر احمد ايمن منصور في مركز الباك الشمال، مركز الحقيقة يعني الموجودين فيه في مصر قليلين جدا. انطلاقه من محمد بسيوني داخل منطقة الجزاء، لكن يخرج مرة ثانية، بسيوني يدور يلعب لتراوري، فاتح له ناحية اليمين احمد عادل، لكن ما يدلوش، مقطوعة من اسامة العزب، يجيبها النادي المصري، يريحها له ويا، اسامة العزب امامية، استلام على حدود منطقة دايرة المنتصف، حاول يعدي كابوريا، يقع كابوريا جنبه على طول محمد فاروق، قال له ما فيهاش حاجة يا كابوريا، قوم يا كابوريا. ادي بقى المرة دي دفعة من عبد العال، طبعا كورة كده من الكرات المهارات الفردية لخالد سطوحي. وشوف هنا بقى اللي اداله الفرصة كمان احمد رؤوف، لانه بيندفع على كل كورة، فاللي بيندفع ده سهل قوي تلمه. سعيد مراد يلعب للسيد عبد العال، لوية تعدي من تحت رجل وية وتوصل لمحمد عبد السلام، هنا بقى الهجمة المرتدة، محمد بسيوني بيعملها بينية، اجوبة على حدود المنطقة، وويلسون اكاجبو
اعتقد هياخد انذار. اعتقد انذار لويلسون اكاجبو، فعلا انذار. انذار للاعب ويلسون اكاجبو. ادي اللعبة مرة تانية، وادي عرقلة واضحة جدا جدا لويلسون اكاجبو، والانذار ده هو الثاني ليه هذا الموسم. تخيلوا قلب دفاع ويلعب 20 مباراة وياخد انذار. طبعا هو ما شاركش في ال20، يعني بعد 20 او 21 مباراة هو شارك في 7 مباريات فقط، وياخد انذار وحيد في مركزه الحساس جدا. ده الانذار الثاني، وادي عرقلة. الانذار الثاني هذا الموسم طبعا، مش في هذا اللقاء. ضربة حرة مباشرة هيلعبها المتخصص حسام عبد العال. حسام عبد العال، عرضية في المرمى بالبوكس في منتهى الخطورة. مش ممكن، مش ممكن يا رمزي يا صالح، يا رمزي يا صالح. شوف اللعبة من قوتها ما قدرش يمسك. طب بالبوكس تلعبها في اقدام اللاعبين، صعبة جدا، صعبة جدا. واكيد بقى كابتن عادل المأمور هيقول كلام كتير جدا على اللعبة دي، اكيد هيقول كلام كتير جدا على اللعبة دي. وهنا تراوري بيقول ان هي لمست في ايد حارس المرمى، لكن محمد فاروق قال له عدت من تحت جسمه، وبدأنا نحس بملمح خطورة من لاعبي اتحاد الشرطة. هنشوف بقى الاضافات من خارج الخطوط، وشايف انا ريكو بيستعد للنزول وانطلاقه من ناحية الشمال، لكن زحلقة موجودة من شمامة ومعاه السيد عبد العال، تخبط في شمامة وتطلع خارج الملعب رمي التماس. هنشوف بقى ريكو هينزل مكان مين. هذه اللعبة اللي فاتت اخطر لعبة لاتحاد الشرطة في الشوط الثاني. اعتقد لمست. وادي بقى هنا بيخرج ويا وبينزل جمعة، بيخرج ويا وبينزل احمد جمعة. تقدر تقول التبديل ده ظبط التبديل اللي فات. يعني كان ممكن ينزل السيد عبد العال مكان ويا، وكان ممكن ينزل جمعة مكان احمد ياسر، وتبقى الامور زي ما هي، لان كده خلاص بقى جمعة وكابوريا وسعيد مراد 3 تحت راس الحرب احمد رؤوف، وتحت منهم محمد اسامة والسيد عبد العال. ادي بقى صلاح ريكو. هنشوف هينزل مكان محمود اجوجو، هيخرج اجوجو وينزل صلاح ريكو. وريكو ده مش اسمه على فكرة، ده متسمي على اسم عمه المطرب الشهير ريكو. امامية طويلة لنادي اتحاد الشرطة، مقطوعة في نص الملعب لنادي المصري. يا سلام يا سلام، شوف هنا بقى الروح الرياضية العالية من كابوريا. طلع الكورة لما لقى شمامة واقع في ارض الملعب، طلع الكورة لعلاج المنافس مش زميله، وده كلام محترم جدا يا شمام، محترم جدا طبعا يا كابوريا. هذه اللعبة اللي فاتت كان في كورة مشتركة مع ويلسون اكاجبو، متميز جدا ويلسون اكاجبو في كل الكرات الفضائية. واقع على الارض شمامة، من له السلامة شمامة. هنشوف بقى فكره ايه المدير الفني كابتن هاني رمزي في اللعبة في التبديل اللي فات بعد خروج محمود اجوجو اللي بيلعب راس حربة صريح. هنشوف بقى هيلعب بمحمد بسيوني راس حربة صريح ولا صلاح ريكو هو اللي راس حربة صريح. الاثنين ممكن يعملوا الدورين، اللي هو راس الحربة الصريح واللي بيلعب تحت راس الحربة. هنشوف بقى فكره ايه هاني رمزي من التبديل اللي فات. حسام حسن عمل تبديل وحرر ويا من الواجبات الدفاعية وطلعه قدام مكان احمد ياسر، ونزل السيد عبد العال ارتكاز. ظبط نص الملعب، ولكن الناحية الهجومية قلت كتير جدا، عشان كده ثبت السيد عبد العال اللي ظبط له الامور مع محمد اسامة في نص الملعب الدفاعي. وادي كرة خطيرة جدا، عمرو حسام داخل منطقة الجزاء. بتعمل ايه يا عمرو، بتعمل ايه يا حسام؟ في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة يا عمرو. يا حسام بيعمل حاجة مش في الكورة، مش في الكورة. طبعا مش هنتكلم بقى ونقول غلط في ايه كابتن عادل مأمور
عنده شغل كتير النهارده، عنده شغل كتير النهارده. تحضير نادي المصري مقطوعه، جايبها اتحاد الشرطه، ادي لمسه ريكو يلعب لشمامه لكن برضه مقطوعه. ترجع ورا النادي المصري ناحيه الشمال، انطلاقه من حلوه قوي التمريره، كابوريا في الجنب الشمال، لكن كابوريا فين يا كابوريا؟ فين يا كابوريا؟ هنا طبعا متضايق قوي في اللعبه اللي فاتت سعيد مراد. ادي اللعبه اللي فاتت اللي حط نفسه فيها في الورطه الكرويه عمرو حسام، اللي بيتضايق منها حسام حسن وبيتكلم عليها. طبعا لحد اللعبه اللي لحد كده مفيش حاجه فيها كلام، يعني اشتراك عادي. هنا بقى الزقه دي بقى اللي هيقول لنا عليها بقى كابتن احمد الشناوي، هل هو التحام طبيعي ولا احتكاك فيه قوه وخشونه من حارس المرمى عمرو حسام. اماميه طويله من نادي المصري، توصل ناحيه الشمال، عايز يعدي ايمن منصور لكن الضغط عليه موجود، وتشتيت من دفاع نادي اتحاد الشرطه. مره ثانيه النادي المصري، وادي ضربه راس من مجدي. شوف هنا بقى مجدي بيغطي مكان الباك الشمال احمد ايمن منصور في اندفاعاته. ادي اللعبه مره ثانيه حاول عليها عمرو حسام، وفي دفع من حارس المرمى عمرو حسام. عماد المندوه وطبعا طارق سليمان، الكل بقى طبعا بيعترض على اللعبه اللي فاتت. ودفعه واضحه جدا من خالد الغندور للسيد عبد العال. سيد عبد العال الحقيقه ظبط نص الملعب لنادي المصري. حسام حسن بيتكلم مع مراقب المباراه، كل الكلام ومحور الكلام مفيش كلام بيدور حوالين ايه؟ بيدور حوالين ان ضربه جزاء مفترضه بيطلبها حسام حسن، دي مش عايزه طبعا شرح ولا توضيح. خالد الغندور طبعا يعني هو اللي داخل غلط خالد الغندور، وزعلان متضايق طبعا. هي الغلطه في الاساس غلطه خالد الغندور، هو اللي عمل الدفع بالكوع في الظهر للسيد عبد العال. ولكن هنا بقى تقدر تقول ان هو سيد عبد العال وهو بيقع وقع غلط خالد الغندور، عشان كده عملت له برضو اصابه في الظهر. لكن في البدايه هو اللي دافع خالد الغندور. دخلنا في الدقيقه 29 من زمن الشوط الثاني، التعادل السلبي ما زال قائم، محاولات المصري ما زالت قائمه. يمسك على طول حارس المرمى عمرو حسام اللي كان هيعمل جريمه كرويه لولا ان ربنا سترها معاه. وادي الاماميه الطويله ولمسه مره ثانيه من شمامه يلعبها ريكو لكن برضه مقطوعه، يجيبها نادي اتحاد الشرطه. ريكو اتحرك شمامه لريكو مره ثانيه، يلعبها بينيه، ضغط موجود من شمامه وخالد الغندور ناحيه اليمين في الانتظار. ريكو بيضغط، مقطوعه كوره من النادي المصري، تغيير ملعب في اقصى اليمين واستلام من جمعه. يرجع ورا جمعه للعزب، اسامه عزب يعمل اماميه طويله، استلام من احمد رؤوف. شوف الروح كانت هتطول منه، موت نفسه عشان يلمسها ويعملها تمريره سليمه. بينيه مره ثانيه، كابوريا وسط ثلاثه، هيعمل ايه؟ موقف صعب، حلها له، عمل له المسانده على طول سعيد مراد. توصل تاني المراد وعرضيه حلوه 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 حلوه. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. العرضيه على 100 والرأسيه 100 والهدف يفرح البورسعيديه. وكالعاده وربنا ما بيقطع لك عاده يا احمد يا جمعه، احمد جمعه كالعاده بيقول لحسام حسن احسن بديل في الدوري الممتاز، احسن بديل في الدوري الممتاز احمد جمعه، ويسجل هدف رائع جدا برؤية اكثر من رائعة في الزاوية البعيدة بضربة راس، ولا اجمل ولا احسن ولا اروع. ويسجل احمد جمعة هدفه السابع هذا الموسم، هدف في بتروجيت في الاسبوع الاول، امبي في الاسبوع الثالث، دجلة في الثامن، اسوان في التاسع،
الاسماعيلي في ال13، المقصة في ال19، ومعظمهم بديل. احسن بديل في الدوري المصري جده المصري، جده المصري احمد جمعة. اخر ربع ساعة من زمن الشوط الثاني هنشوف مباراة ثانية، هنشوف مباراة ثانية، لان خلاص اي تحفظات دفاعية مش هتكون موجودة. وعلى الارض سعيد مراد، نتمنى له السلامة. انتظرنا 45 دقيقة شوط اول، و30 دقيقة شوط تاني، 75 دقيقة بالتمام والكمال عشان نشوف ونستمتع بهدف لاتحاد للمصري في مرمى اتحاد الشرطة. طبعا حسام حسن بقى يعني عايز يقول للاعبي النادي المصري ان يعني كتيبة اللاعبين يتحولوا الى كتيبة لاعبين، فريق الكورة يتحول الى كتيبة لاعبين للحفاظ على 3 نقاط غالية جدا في هذا اللقاء اللي كان مقفول جدا. تبديل اتحاد الشرطة وخروج اجوجو ونزول ريكو واللعب بخط كامل بدون رأس حربة. كان بيلعب ب3 خط لحد ما نزل دلوقتي سيسي زي ما احنا شايفين. عبد الله سيسي نزل، طبعا ما شفناش التبديل على الهواء، لكن احنا شايفين دلوقتي عبد الله سيسي صلح التبديل اللي عمله زي ما حسام حسن صلح التبديل بنزول جمعة. هنشوف بقى عبد الله سيسي نزل مكان مين؟ مكان خالد الغندور. وبكده هيبقى سيسي راس حربة صريح وتحته 3 صلاح ريكو ومحمد بسيوني واحمد مصطفى شمامة، ويعود لطريقته التقليدية 4-2-3-1 نادي اتحاد الشرطة. هنشوف بقى هيعمل ايه سيسي، هل سيضيف جديدا وهل هيلحق يضيف جديدا في ال12 دقيقة المتبقية بخلاف الوقت المحتسب بدل من الضايع. ادي بقى السيد عبد العال مضغوط عليه على طول من ريكو، يضغط ويجيبها تاني النادي المصري. ادي بقى هنا في دفعة تبقى حكم اللقاء على محمد أسامة. محمد أسامة بيقول له عليا ازاي يا كابتن. ادي بقى محمد أسامة يعني تقدر تقول كده بروزها بخبراته محمد بسيوني. وادي السيد عبد العال، تبديل موفق جدا للنادي المصري، لكن التبديل بقى الاكثر توفيقا مفيش كلام هو احمد جمعة. احمد جمعة جده النادي المصري. ضربة حرة هيلعبها شمامة، شمامة تسديدة في المرمى. يا راجل يا راجل هتدخل من هنا يا شمامة بهذه القوة يا شمامة. ادي بقى وصلنا للدقيقة 79. هيخرج شمامة وينزل سعيد كمال. سعيد كمال هيلعب سعيد كمال مع ريكو ومع بسيوني، يبقى كده غير 3 من الخط الامامي. هاني رمزي ترجع ورا الكورة لحارس المرمى رمزي صالح اللي بيعملها من مرة واحدة ومفيش اي داعي للفلسفة، وده كلام مظبوط. ويلسون اكاجبو يعمل امامية طويلة برضو مقطوعة. عماد حلمي يلعبها ليحيى تراوري ورا خالص لخالد سطوحي، يعمل امامية برضو مقطوعة يجيبها العزب في نص الملعب. السيد عبد العال يلعبها في مساحة اكتر من رائعة للرائع في الجنب اليمين. احمد جمعة بيعمل العرضية ولكن يطلع دفاع نادي اتحاد الشرطة. لمسة من ريكو، مش عارف الحقيقة ليه ريكو كان على دكة البدلاء، هل كان بيشتكي من حاجة ولا قرار فني من حكم اللقاء من طبعا المدير الفني هاني رمزي، ولا قرار تربوي ولما احتاج له نزله؟ يعني برضو ده يعني داخليات كده ممكن يعرفها بالتأكيد هاني رمزي فقط.
يعني في حوار بين عبد العال، حسام عبد العال وحسام حسن، اعتقد ملوش داعي. وادي بقى احمد العجوز هينزل مكان سعيد مراد، التبديل الثالث لنادي المصري. احمد العجوز هيلعب ب3 ارتكاز عشان يحافظ بقى في ال10 دقائق المقبلة على نتيجة التقدم. هيلعب بالعجوز والسيد عبد العال ومحمد أسامة 3، يبقى 4-3-2-1. هيغير طريقة أدائه. تلعب على طول رمية التماس للنادي المصري. أحمد جمعة ياخد منها ضربة ركنية بذكاء شديد جدا، بذكاء شديد جدا. أحمد جمعة ياخد منها ضربة ركنية، وعلى مهله بقى كابوريا طبعا هو اللي رايح. الركنية ال9 للنادي المصري، ركنية وحيدة لاتحاد الشرطة. طبعا كل الأرقام دي بيبقى ليها دلالة. ضربة ركنية، كابوريا عرضية داخل المنطقة ويطلع دفاع نادي اتحاد الشرطة. والعجوز كان هيعملها باللمسة واحدة، كان هيعملها باللمسة واحدة. أحمد العجوز انتقل من نادي النصر. العجوز انطلاقة من ناحية اليمين، جمعة مرة تانية، حباية منشطة مسموح بيها. أحمد جمعة يا ولد يا ولد يا ولد، عرضية. يعني أحمد جمعة ده يقعد، أحمد جمعة ده يقعد. لكن برضه نفس الكلام كان بيتقال على جده. طب لما كل شوية بينزل يعمل يقلب الدنيا، طب بيقعد ليه جمعة؟ برضه نفس الكلام، نفس الكلام. على طول ترجع ورا النادي اتحاد الشرطة، بيرجعها عماد حلمي الحارس مرمى عمرو حسام. خالد سطوحي يفتح الملعب ناحية الشمال لمحمد عبد السلام اللي بيعمل أمامية طويلة عند سيسي، لمسة واحدة بيلمسها على طول عند محمد بسيوني، مغطي بشكل كويس العزب. عزب وبسيوني بكعب رجله عايز يلعبها، لكن ويلسون اكاكبو بيضغط ويكمل ويعمل أمامية طويلة ويلسون، لكن برضه مش مظبوطة يا ويلسون، تطلع خارج الملعب. وادي طبعا تحية من حسام حسن لسعيد مراد بعد خروجه. طبعا التوقيتات، حسام حسن بيدير المباراة دقايق، مش بيديرها يعني ككتلة واحدة كده. التوقيت ده محتاج مين، التوقيت ده محتاج مين، وده كلام محترم، ده كلام محترم. ست دقائق وثواني، أقل من 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، والنادي المصري ما زال متقدم على اتحاد الشرطة بهدف مقابل لا شيء. سجل الهدف أحمد جمعة، يعني 30 من زمن الشوط الثاني، وبيقترب بشدة النادي المصري من النقطة رقم 39 عشان يقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني نادي الزمالك إلى 2 فقط. لو انتهت المباراة بنفس هذه النتيجة، إلا لو اتحاد الشرطة بقى له رأي آخر ولمسة يد على ريكو واعتراض، الإظهار بالقول أو الفعل، الاعتراض على حكم اللقاء. انذار مستحق يا ريكو، حتى لو انت زعلان ومتضايق، الثبات الانفعالي مطلوب جدا جدا. صلاح ريكو لمس الكرة بإيده وتبقى ضربة حرة مباشرة للنادي المصري. يعني لمس الكرة بإيده، أخذ انذار، اعترض على حكم اللقاء، هدى الملعب، وده كل ده الانذار وتهدية الملعب مش في مصلحة نادي اتحاد الشرطة. ضربة حرة لنادي اتحاد الشرطة، يلعبها خالد سطوحي ناحية اليمين لعماد حلمي. مرة تانية خالد سطوحي اللي هيعمل أمامية طويلة من غير تحضير على حدود منطقة الجزاء. وادي بقى لمسة من عبد الله سيسي، لمسة تاني هتاخد على حدود المنطقة في اتجاه ريكو، لكن أسامة عزب بيقطع، أسامة عزب بينطلق يلبسها حلوة قوي أسامة لأحمد جمعة من لمسة واحدة، يا سلام لكابوريا، وينطلق أسامة عزب حلوة في مساحة، أسامة تحرك له حلو قوي أحمد رؤوف، أسامة عرضية لكن مش معدية، تخبط الكرة في دفاع نادي اتحاد الشرطة، يجيبها تاني جمعة. يا سلام يا جمعة، يا سلام يا جمعة، كنت فين يا جمعة؟
كنت فين يا جمعة؟ عنده القدرة على إحداث الفارق. هنا بقى مهم جدا يكون اللاعب عنده القدرة على إحداث الفارق لما بينزل بديل. ينزل 10 دقايق تحس بوجوده. بعض اللاعبين لما ينزل ساعة، لو نزل بعد ربع ساعة من البداية على ما تحس بوجوده ممكن يكون عدت نص ساعة. خلاص الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، اقتربنا من نهاية الدقيقة 86، باقي حوالي 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. وآدي عرضية سعيد مراد النموذجية، وآدي الرأسية اللي أكتر من رائعة من أحمد جمعة، وهدف للنادي المصري. ضربة حرة للنادي المصري. كابوريا عرضية داخل المنطقة ويطلع يحيى توري، يحيى تراوري طلع كورة خارج الملعب. رمي تماس للنادي المصري، لسه محدش قرب للكورة. بيقرب لها أسامة عزب. شوف بقى هيلعبها قصيرة، يلعبها قصيرة المرة دي عند أحمد رؤوف، لكن في دفعة من أحمد رؤوف وبيحسبها حكم اللقاء محمد فاروق. ضربة حرة للنادي المصري لنادي اتحاد الشرطة. هنا في دفع طبعا او في حجز من احمد رؤوف لمحمد عبد السلام لاعب نادي اتحاد الشرطة. امامية طويلة لاتحاد الشرطة لكن مقطوعة من اسامة. توصل تاني لنادي اتحاد الشرطة، وادي امامية طويلة برضو مقطوعة، يجيبها تاني نادي المصري. لمسة ولكن عرقلة، وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة لاتحاد الشرطة. ادي ريكو والدفعة طبعا من اسامة، وادي محاولة تاني داخل المنطقة ولكن تعدي من امام رأس الخطير عبد الله سيسي. عمل فرق برضه. شوف اللعبة، شوف التسديدة من سعيد كمال، ولكن في قلشة لكن برضه ما خدمتش نادي اتحاد الشرطة. امامية طويلة مقطوعة، توصل تاني لاتحاد الشرطة ناحية الشمال. ريكو مضغوط عليه ومقطوعة، يجيبها تاني نادي اتحاد الشرطة لكن برضه مجدي بيكملها. توصل ليحيى تراوري في الجنب اليمين. استلام من احمد عادل، وادي امامية طويلة. لمسة مرة تانية على حدود منطقة الجزاء، طويلة لكن اطول من اللازم. توصل لحسام عبد العال، بينية في نص الملعب محمد بسيوني. الدقائق بتمر وبالتأكيد هي أصعب على نادي اتحاد الشرطة اللي بيقترب من خسارة نقطة كانت في المتناول. توصل الكرة لاتحاد الشرطة. شرطة أمامية طويلة على حدود منطقة الجزاء، وتألق دفاعي من نادي المصري. أحمد العجوز يرجع ورا، أسامة واقع على الأرض العجوز ويطلع الكرة زميله خارج الملعب لعلاجه. واقع على الأرض كمان جنبه كابوريا. 3 لاعبين واقعين في الملعب، يعني مرة واحدة كده نتمنى السلامة للجميع. وصلنا للدقيقة 45 والأخيرة من زمن الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت تقدم النادي المصري. بهدف مقابل لا شيء. سجل الهدف احسن بديل في الدوري المصري احمد جمعة. قبل هذا اللقاء كان في لقاءين، استطاع نادي الداخلية ان يفوز على نادي الاتحاد 2-1، واستطاع وادي دجلة ان يفوز على بتروجيت 1-0. وادي بقى الحكم الرابع محمد يوسف بيرفع لنا 5 دقايق وقت محتسب بدل من الضايع بناء على قرار من حكم اللقاء.
محمد فاروق. بعد هذا اللقاء مباشرة هنلتقي مع زميل كريم خالد مباراة امبي وسموحة، وغدا ان شاء الله هتختتم مباريات الاسبوع 21 الساعة 3:15 غزل المحلة واسوان، 5:15 الاسماعيلي وحرس الحدود، 8 طلائع الجيش والانتاج الحربي. وهنا بقى هيعمل اسقاط محمد فاروق، طبعا يعمل اسقاط لانه اوقف اللقاء والكرة في اللعب، اذا يجب ان يستأنف اللقاء باسقاط. نادي المصري عنده ان شاء الله يوم الاثنين 14 مارس مباراة مع حرس الحدود في الاسبوع ال 22. اما نادي اتحاد الشرطة فعنده مباراة في نفس اليوم مع سموحة في نفس الاسبوع ال 22. سموحة والشرطة الساعة 3 يوم 14 مارس، وحرس الحدود والمصري الساعة 5:15. ادي اللعبة اللي فاتت، وادي مخالفة وضربة حرة. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضايع، المقدر ب5 دقايق. التقدم ما زال للنادي المصري على اتحاد الشرطة بهدف مقابل لا شيء. امامية طويلة معدية كورة، لكن هيعمل ايه هنشوفه. نتابع جمعة عدى، لكن حطه في ظهره بقى هنا المرة دي محمد عبد السلام. وامامية طويلة النادي اتحاد الشرطة، بسيوني بيلعبها لاحمد عادل اللي بيعمل واحدة طويلة جدا عند عبد الله سيسي، مغطي محمد مجدي بشكل كويس، موصل الكورة الى بر الامان والسلامة بالنسبة له. رمية التماس من ناحية الشمال، لعب رمية التماس ايمن منصور، طويلة من ايمن عند احمد رؤوف، لكن هنا راجع من التسلل احمد رؤوف. ضربة حرة غير مباشرة زي ما حضراتكم شايفين كده، محمد فاروق رافع ايده الشمال راجع من التسلل. امامية طويلة لنادي اتحاد الشرطة، لكن تغطية من اسامة العجوز من ناحية اليمين يلعبها، وانطلاقة للنادي المصري من ناحية اليمين عند جمعة. شوف هنا خبرات جمعة، يلعبها حلوة قوي، انتظر في توقيت مناسب جدا، لعبها لاحمد اسامة عزب، عرضية داخل المنطقة. يا سلام لو عدت، كان مستنيها رؤوف بتابلو في منتهى الروعة، كان يعملها فيرست تايم على الطاير. ترد الكورة لنادي اتحاد الشرطة، تلاقى من سيسي في الجنب الشمال. سيسي عايز يعدي من زاوية ضيقة جدا يا سيسي، تطول الكرة وتطلع خارج الملعب. ضربة مرمى لنادي المصري، وعلى مهله بقى خالص طبعا حارس المرمى رمزي صالح. رمزي لعب 19 مباراة، عمرو حسام لعب 14 مباراة. رمزي صالح اخذ 5 انذارات، عمرو حسام انذار وحيد. رمزي احتفظ بنظافة شباكه 6 مباريات، عمرو حسام 5 مباريات. احصائيات هايلة الحقيقة من فريق الاعداد. تغيير ملعب في اقصى اليسار، مقطوعة من احمد جمعة، توصل تاني لمحمد عبد السلام، تمريرة من عبد السلام مقطوعة، يجيبها جمعة. شوف تمريرة جمعة في مساحة حلوة جدا، لكن اطول من اللازم شوية، مقطوعة من نادي المصري، لكن في فاول بيعمله محمد اسامة اللي كان منطلق في اللعبة اللي فاتت. ادي اسامة ومعاه خالد سطوحي. ضربة حرة مباشرة للنادي اتحاد الشرطة، تلعب على طول. وصلنا للدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضايع، المقدر ب5 دقايق، وما زال النادي المصري متقدم 1-0 على اتحاد الشرطة، وفي طريقه للنقطة رقم 39. ويظل في المركز الثالث، ولكن يقترب بشدة من نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 41 نقطة. هيصبح فارق نقطتين فقط عن نادي الزمالك، ويبعد عن المقصة بفارق 6 نقاط. محاولة على حدود المنطقة، رؤوف طلع عمرو حسام، قفل الزاوية. رؤوف مرة تانية، عمرو حسام يمسك كورته ويعمل المرتدة الأخيرة، الفرصة الأخيرة لاتحاد الشرطة. خلاص خلص الكلام، بالفعل ينهي
هذا الحوار محمد فاروق ويطلق صافرته معلنا نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة بفوز غالي وصعب للنادي المصري على اتحاد الشرطة 1-0. سعدت باللقاء مع حضراتكم المعلق الرياضي رامي بهجت. إلى اللقاء في لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله. أما الآن مع المذيع المتألق الكابتن أحمد جمال وضيوفه الكبار الكابتن خالد جد الله والكابتن محمد صبري والناقد الرياضي الكبير الكابتن محمد سيف. فإلى هناك. الدوري المصري مقدم لكم